السلام عليكم ورحمة الله متتبعي، مرحبا بكم في عدد جديد من الفقرة الإخبارية الرجاوية. بودريقة يشارك وثيقة تأسيس الرجاء ويحتفي بحلول الذكرى ال75 لوجود النادي. شارك رئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة باقي جماهير النادي ومكوناته الاحتفاء بحلول الذكرى ال75 لتأسيس النادي الأخضر. وشارك بودريقة متابعي حسابه الرسمي في الفيسبوك صورة لوثيقة تتضمن تاريخ تأسيس الرجاء والذي يصادف 19 من شهر مارس بسنة 1949. وتفاعل أنصار الرجاء بفخر كبير مع حلول الذكرى ال75 لتواجد الكيان الأخضر، مبديين سعادتهم بانتمائهم وشغفهم الشديد مع استحضار مجد النادي وتاريخه العريق. عبد النبي الريحاني، كاتب عمومي، أديب ومثقف جزائري، هاجر للمغرب وسكن في حي الأحباس، هو من اقترح على مؤسسي الرجاء إدخال أسرة بن آبادج الجزائرية للمكتب المسير عام 1950، وهو من كما كان له شرف تسمية النادي بالرجاء الريحاني من أهم المؤسسين، وأول من شغل منصب كاتب عام في تاريخ نادي الرجاء الرياضي من عام 1949 إلى بداية الاستقلال كان المكلف الأول بالأمور الإدارية، وهو ما فتح له الباب ليكون ممثلا لفريقنا داخل أجهزة عصبة المغرب عام 1952، حيث اشتهر بمعارضته القوية أمام الفرنسيين واتقانه للغتهم، وهو ما كان يحرجهم أكثر. عبد النبي عاد بعدها للجزائر وتوفي في تاريخ 24 أكتوبر، وليس لدينا تفاصيل أكثر غير أن أخبار تقول أن أبناءه فتحوا مقهى الرجاء. تعرف علي عشفوبي أكثر مؤسس ضحى ماديا من أجل النادي. عشفوبي أكثر مؤسس ضحى ماديا من أجل النادي، هو الرجل الذي تقلد منصب نائب أول للرئيس بعد إنشاء أول مكتب مسير للنادي الأخضر عام 1940. بوعزة العشفوبي الملقب بالبوعزاوي، ابن منطقة ولاد زيان، رجل وطني حر وتاجر من أغنياء درب السلطان اللذين مولوا عمليات جيش التحرير في الخمسينات. عشقه للكرة دفعه لإنشاء وتمويل مجموعة من فرق الأحياء، واللذين انبثق منهم فريق الرجاء الرياضي بعد محاولات عديدة. كان هو من يشرف عليها باعتباره صاحب المقهى بدرب بوشنتوف الذي تتم فيه الاجتماعات السرية. بعد الاستقلال العشفوبي سيتسلم رئاسة النادي لمدة طويلة أنفق فيها كل ثروته على النادي، فقد امتدت ولايته من 1956 إلى 1963، وفي فترته الرئاسية تمت السرقة الشهيرة للقب بطولة 1960. العشفوبي البوعزاوي يعود له الفضل في ربط الرجاء بالنقابة واستقطاب مناضلي UM للتسيير، وهو ما استفاد منه النادي كثيرا مدة 20 سنة. توفي في تاريخ 14 مارس 1977، وظل واحد من أهم الشخصيات في تاريخنا المظلومين إعلاميا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وترك تعليقاتكم على الفيديو لكي يصلكم الجديد.